السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ دي اول حلقة هعملها معاكم على قناة اوشا بلوكس. النهاردة هنعمل الحلقة عبارة عن الروج المكسور او الروج البايظ بتاعك. دلوقتي ده روج او حتى لو كان خلصان، ده روج بصوا فيه حتة صغيرة جدا والغطا بتاعه كان ضايع مني، وده برضو فيه حتة صغيرة جدا وقلم الروج اهو يعني ده كمان خلصان مني. هنحتاج ايه في الوصفه ديت؟ حاجات بسيطه جدا. هنرجع قلم روج هيبقى كويس جدا وسليم، وهنحط منه مثلا درجتين قريبين من بعض، درجتين قريبين مع بعض، ده بني ده مدي على كشمير شويه. هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه عندنا معلقه عاديه جدا، وهنجيب اللي هي خلة السنان، انا كنت بجرب بيها حاجه. وعندي علبه فاضيه، اي علبه مثلا بتاعه الجاجور بتاعه هايلايتر، اي علبه عندك فاضيه تكون ليها غطا اهو كده غطاها. من بس هنعمل ايه؟ عندنا المعلقه اهي، هنطلع الروج من هنا كده كده. بعد ما خلاص طلعنا الروج اللي هنا واللي هنا اهو كده، طلعناهم هما الاتنين كده خلاص، دول ملهمش لازمه خالص. هنعمل ايه بالمعلقه زي كده وهنحطهم على النار اهو كده على النار، وادي كده المعلقه ثواني بالظبط وهتلاقيها اتعملت، مش هتكمل ثواني اهي كده اهي. بعد ما ساحت على النار بالمنظر ده، طبعا انت حاطه لونين على بعض، هتجيبي كده خلة السنان او اي حاجه وتبدأي تخلطي ده مع ده. عايزاه بقى لامع، هتحطي شويه هايلايتر ملمع برونز عشان يديك الدرجه اللمع. بصوا هو كان بني والتاني كان مدي كشمير كده شويه، بصوا تحول لون تاني خالص، شايفين اللون؟ هقعد اقلب كده شويه كتار بس بالشكل ده. وهجيب العلبة بتاعتي بصوا كده خلاص اهي. بصوا مسافة ما بتعمل بتنشف هي اهي على طول، شايفينها ازاي بتنشف؟ في الفريزر دقيقة واحدة او ثانية واحدة يعني مش هتكمل دقيقة في الفريزر، وهرجع لكم تاني وهجربها لكم معايا بالظبط، وهنشوف ايه النتيجة في الاخر. بصوا بقى كده خلاص الرز اتعمل، بصوا اهو. انا كنت بجرب منه بس شويه بشوف ايه النتيجه بتاعته، كويسه جدا. هنجربه مع بعض مع عندي انا وهنشوف ايه النتيجه. انا حاطه روج من الاول، بصوا همسحه كده. بصوا انا مسحت الروج خلاص اللي انا حطاه، مش حاجه تاني مفيش. كده كل الروج اللي انا حطيته مسحته. تعالوا بقى نجرب اللي احنا عملناه مع بعض اهو. الفرشه بتاعت الروج العاديه، بصوا متماسك جدا اهو، حتى الحته اللي هو كان لسه سخن كنت عملت كده بصبعي وكان لسه سخن. بصوا متماسك جدا ازاي اهو، متماسك جدا يعني، اصلا كده كده الروج بيبقى متماسك. بصوا هنجربه مع بعض. بصوا بقى الدرجه، انا ما حطيتش اي حاجه خالص غيره هو، طلعت الدرجه الثالثه خالص غير اللونين اللي انا حطيتهم على بعض يعني.
خدت قلم روش تاني غير القلمين اللي كانوا معايا، بقى معايا قلم روش تاني، يعني الاولاني خلص والتاني خلص، عملت منهم روش تاني. والعلبه مليانه على فكره، يعني بصوا العلبه مليانه وكتير، ولونه جميل جدا جدا. شايفين لونه؟ ادي لونه يا جماعه، بصوا ده اللون بتاعه اهو. طبعا تحفه تحفه، يعني كل بنت معاها قلم روج بايظ او اتكسر منها، او مثلا عندها قلمين باظوا منها، فيهم حته صغيره، تعمل نفس الطريقه دي بالظبط، هيطلع معاها نفس النتيجه دي، نفس الروج. يا رب الحلقه بتاعتك النهارده تكونوا استفدتوا منها، واستنوني في حاجات تانية مع اوشا فلوجز، ويلا باي.